السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخي بيتي وأكلاتي، مطبخ سمسمة. أنا بعمل معاكم دلوقتي الفطير المشلتت. دي العجينة وبعجنها اهي دلوقتي. بعمل معاكم فطير مشلتت، وده معلش ما صورتش بالأول. فأنا إن شاء الله في فيديوهات كتيرة قادمة هنصور من كل حاجة، كل التكات والحركات والتفاصيل. بس يا بنات أنا من أمانة أنا عايرت كيلو دقيق بالمعلقة ديت 6 كوبايات. بالمعلقة ديت 6 كوبايات عشان تبقوا معايا من البداية. وبالمعلقة ديت مليانة سكر، وبالمعلقة ديت مليانة ملح وايه. وبعجن دلوقتي معاكم العجينة عشان تبقوا على علم. وده كيلو دقيق وهعجنه، وهخلي العجينة اهي معايا لحد ما تبقى طرية وما بتلزقش، وهعجنها وارجع لكم. فين خفيفة وحلوة في نفس الوقت، ما بتمطي معايا اهي، جميلة ما شاء الله. لان كله بيعتمد على نوعية الدقيق، بيكون بيعمل عرق عشان تطلع معانا ان شاء الله الفطير كويس وهيعجبكم بإذن الله. كده انا عجنتها، هنغطيها دلوقتي، نحط لها حبة زيت اهي ما تلزقش خالص. هحط لها حبة زيت وهسيبها ترتاح ساعة اهو يا بنات اهو. اهي نغطيها بمشمع كده او ستريتش. بعد ساعة بس بعد ساعة ان شاء الله ارجع لكم تاني. بعد ما ارتاحت العجينة ساعة هنقطعها كده كرات متساوية صغيرة. انا دلوقتي مش متوفر عندي، يعني عندي ترابيزة كبيرة بس ما عنديش مشمع احطه عليها. المرة الجاية ان شاء الله مرة تانية اعمل لكم فطيرة كبيرة، يعني اقطع الفطيرة اقسمها للنصين اعملها قطعية واحدة. لكن المرة دي عشان مش متوفر هقطعها لكرات صغيرة واعملها بطريقة المرة دي، والمرة الجاية بطريقة تانية ان شاء الله اللي هي بتبقى قطعة واحدة وافردها والمها كده من على الترابيزة، فاهميني. لكن مش متوفرة المرة دي معايا، ان شاء الله المرة الجاية اعملها لكم بالطريقة التانية. بس اديني بكورها اهو وبحطها تاني معايا بعضيهم لحد ما تخلص. صوري معايا خلص الكمية لحد ما تخلص الكمية. بس اهو كده يا بنات. هنجيب بقى النايلون ونغطيها وترتاح تاني لمدة ساعة عشان نعرف نفردها. وان شاء الله اشوفكم بعد ساعة. باخد كوره كده من العجين اللي انا عملتها كده وافردها على شويه دقيق بسيط، واحسن حاجه تفرديها على دقيق. على فكره في كذا طريقه للفطير بتفردي بيها، ان شاء الله هعمل لكم سلسله حلقات طرق كتيره لفرد الفطير. بس انا ما عنديش دلوقتي الترابيزه الكبيره اللي افرد عليها الفطير. في طريقه تفردي الفطير على مساحه الترابيزه اللي عندك وتكون كبيره خالص وكده. وفي طريقه تانية بتعملي زي اظرف كده، وفي طريقه ثالثه بتعملي اللي هي زي مناديل فوق بعض كده، تفردي طبقه فوق طبقه. وفي الطريقه دي اللي هي الرابعه اللي انا بعملها لكم. ان شاء الله اعمل لكم كذا طريقه وهعمل لكم كتير. كل سنه طيب انتوا طيبين. بقى انا بعمل لكم الفطيره ديت بفرد على قد ما بقدر، اخليها رقيقه اهو. بفرد المره دي بالدقيق كده، ان شاء الله المره الجايه بفرد لكم بالزيت، بتكون برضو سهله اهو. افضل افرد كده فيها لحد ما ترق معايا اهو. هوريكم ازاي تتقطع بكل بساطه. رقيتها كده زي ما انتم شايفين. اعمل كده فتحات اهو من هنا كده بس للنص كده، واعمل كده اهو نفس القصه اهو، واعمل كده
مثلا 3 فتحات، لو عايزه صغيره تعمليها 3، لو عايزه كبيره تعمليها 4. قدام نفس الفتحه تعملي نفس القصه اهو كده، نفس القصه كده اهو من الاخر كده، نفس كده تفتحيها كويس. وفي البدايه هنا اهو، وبدهنها سمنه. عندك زبده حطي، عندك سمنه حطي، مش مشكله اهو. حطي سمنه تكون جامده شويه بحراره الغرفه اهو. ودي اسهل طريقه تفردي بقى، ما بتاخدش منك دقايق تفردي بقى الفطير، في نفس الوقت ما بتاخدش سمن كتير او زبده كتير، بحيث انها تكون خفيفه في نفس الوقت مورقه وجميله وسهله. وهتشوفوا في الاخر النتيجه هيكون فطير كبير وصغير سهل جدا ومورق ومحمر من فوق ومن تحت، وهيبقى الشكل جميل وروعه، ونقدمه لكم ان شاء الله في النهايه اهو. هوريكم ازاي تعملي الطبقات. فرديها كلها كده، حطي عليها سمنه اهو كده زي ما انتوا شايفين كده، مكتريش اهو. وتجيبي الطبقه دي كده وتروحي عاملاها كده اهو، لان كل طبقه يبقى فيها السمنه بتاعتها اهو. دهنا القطع كلها كده يا بنات، ودي اسهل طريقه ما بتاخدش معاكي دقايق. وهتكون الطبقات هوريكم اهو، لما جبت دي كده على دي هتلاقي كل طبقه واخده الطبقه اللي عليها اهي. وهنعمل كده اهو بكل بساطه. وبعدين اجيب دي كده اهي عليها نفس القصه، سهله جدا وبسيطه. بصوا اهو، بس لازق من تحت عشان ما فيهاش دقيق. واجيب دي كده، لان كل طبقه بتتني عليها بيبقى فيها السمنه بتاعتها اهو. واروح جايبه دي كده بكل بساطه اهو، ماسكه بس معلش اهي، تبقى بسيطه كده. واروح عامله دي كده وعامله دي كده، شفتوا ببساطه، مفيش اسهل من كده. وبتبقى طبقات ايه، مفيش ما شاء الله. بصوا اهو، واخده كل الطبقات السمنه اهي. اعمل كده واروح ساحبه دي كده اهي. اروح جايباها كده بكل بساطه. اجيب الصينيه بتاعتي واروح واخداها بشكل مربع كده، اضغط عليها. وبعدين اعمل ايه، اروح عاملاها كده عشان تاخد شكل الكوره، واكورها واخليها ترتاح في الصينيه لحد ما افردها. اغطيها كده بكيس. هعمل لكم واحده تانية وبعد كده اعمل بقيه الكميه مع نفسي اهي. اعمل لكم واحده، افرد دقيق اهو. افردي على دقيق، افردي على سمن، بس انا ايه بالطريقه دي بفردها على دقيق تبقى سهله معايا اهو زي ما انتوا شايفين اهو اهو. اعملي الترابيزه كلها كده عشان ما تلزقش زي الاولانيه. اعملي فيها دقيق كده اهو. واجيب النشابه بتاعتي اهو وافردها بكل بساطه لحد ما تبقى رقيقه معايا اهي. طريقه مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، في دقايق بتعملي الفطيره، بتبقى طبقات معاكي وما بتاخدش سمنه كتيره، وبتبقى مورقه وبتطلع في منتهى الجمال، وانجح طريقه واسهل طريقه اهو. بسم الله ما شاء الله. هرقها كلها كده على قد ما اقدر اهو. شايفين؟ لو تقدري تملي بيها الترابيزه املي بيها الترابيزه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اوريكم كده افردها. بعمل كده وبعد كده بجيب السمنه اهو وادهن. اهم حاجه ما تكتريش سمنه، في نفس الوقت بتوزعيها على كل الفطيره بحيث عشان تورق معاكي اهو اهو. بصوا ازاي كده. هقطعها الاول عشان احدد مسافه السمنه اهو زي ما انتوا شايفين كده، زي الاولانيه بالظبط اهو. دي ممكن تعمليها على اهو، تيجي قصادها بالظبط وتقطعي اهو نفس القصه اهو. وبعد كده بالفرشه اوزع السمنه دي بحيث ان الطبقات
تبقى لما تلم على بعضيها تبقى الطبقات كلها فيها سمنه اهي بكل بساطه اهي. بفرد الحتت دي كده بحيث ان عشان لما اتنيها على بعض يبقى تعمل طبقات في السمنه اهي اتنيها كده اهي. احاول اوزع السمنه وفي نفس الوقت ما تبقاش كتير اهو. امسك دي كده واعملها اهو كده واجيب الطرف التاني اهو واتنيه كده سيبه كده واروح تانية بكل بساطة كده اهو كترهاش مخليهاش تخرج عن المكان كده واحط كده طبقات اهو. بصوا بكل بساطة ازاي واروح تانية بكل بساطة كده بتعمل طبقات اهو. بصوا واروح عاملة كده اهو واروح تانية دي كده اروح عاملة نفس الكيفية كده واجيب دي كده اهو واغطيها كده واحاول افردها كده على شكل مربع اهو. شايفين بكل بساطة اهو اهو. افردها كده اجيب النشابة الصغيرة بتاعتي افردها كده لها طبقات سمنة اهو اهو اهو. واحاول اروح جايبه الصينيه وانا بدهن الطبقه دي كده عشان هي طويله شويه واروح عاملاها كده تانية كده يبقى واخده شكل مربع كده واروح اعمل دهن بسيط برضو كده اهو من السمن عشان يبقى طبقات اهو بسيط كده بتبقى خفيفه وحلوه. واروح واخده الطبقه دي كده عشان اديها الشكل المدور اهو واروح واخداها في الصينيه بتاعتي وهدورها كده اهو. ما اجيش عندها باقي غير لما ترتاح ربع ساعه بس كده واكون سخنت الفرن واحطها بنفس الكيفيه اعمل بقيه الكميه واوريكم بقيه الفطير كله. وبفردها كده في الصينيه يا جماعه وما ادوس عليها قوي علشان ما تبقاش رقيقه وناشفه وتنشف معايا. وبحاول اوزع الطبقات كده وافردها بالسمن كده بسيط وبدخلها على الفرن اعلى درجه 250 وتطلع ان شاء الله اوريها لكم بس لازم ترتاح شويه قبل ما ادخلها الفرن. وبعد كده ادخلها الفرن واطلعها لكم وتشوف النتيجه بعد كده هتبقى حلوه خالص اهو. بدوس بوزع كل الطبقات في كل الجوانب وفي نفس الوقت ما بدوس عليها ما بفردهاش قوي عشان ما تنشفش مني وتبقى كويسه. وان شاء الله هطلع لكم كل الكميه واوريكم كل الفطير هيبقى زي الفل ونكملها كده يعني بوزع كل الطبقات كده بالتساوي وعايزاها تبقى لا تخينه ولا رقيقه تبقى وسط كده وتبقى حلوه بتبقى مظبوطه بالظبط. وهدخلها دلوقتي الفرن وهتشوفوها معايا ان شاء الله. ودلوقتي اهي حطيتها في الفرن وهنشوفها ان شاء الله وهي بتقب. بصوا ازاي بسم الله ما شاء الله. بصوا قبت معايا وبقت ازاي معليه الجماعه الفرن على اخر درجه 250 فوق وتحت مش هخليها في الفرن. ورجعت لكم تاني يا حبايبي ودول الصغيرين بعملوا اللي هي بحجم زي بتاعه الافران. بصوا جمالها وحلاوتها ريحتها جامده جدا مع اني عاملاها بسمنه مش بزبده ولا سمنه بلدي سمنه عاديه. والكبار انا بيتعملوا في الفرن دلوقتي وهطلعهم بس انا طلعت دول الاول سخنين اهوت عملتهم الاول عشان دول انا بحبه بالسكر الابيض. ولادي بيحبوه بياكلوه. الفطير الكبير عاملاه لهم عشان ياكلوه مع البيض المسلوق والجبنه الاسطنبولي والعسل. انا بحبه بصراحه بالسكر بس فالثلاثه دول بتوعتي انا هيوديني في داهيه وهيتخني بس انا حبيت اوريهم لكم يعني. بصوا ما شاء الله بصوا الطبقات بصوا اهو. بصوا عامله ازاي بصوا بتتني ازاي بصوا جميله. هقطع لكم واحده دلوقتي اوريكم. شوفوا الطبقات بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا بنات على جمالها وطعمها بصراحه ريحتها بتشهي. بصوا الطبقات بصوا الطبقات عامله ازاي بصوا هوريكم. بصوا عامله ازاي ما شاء الله رقيقه وجميله اهي خفيفه وحلوه. بصوا الجمال بصوا الطبقات عامله ازاي اهي مفيش احلى من كده رقيقه زي المنديل اهي
شفافه. بصوا شفافه ازاي. بصوا قطعت لكم واحده اهي، ايديا باينه منها اهي، صوابع باينه منها اهي. بصوا السوا بتاعها ظهر ووش. احط عليها كده، ارش عليها شويه سكر اهو اهو، بسيط كده سكر. وبألف انا والشفا. وهطلع بالصواني الكبيره هوريها لكم مع البيض والجبنه والجبنه الاسطنبولي المالحه والعسل الاسود بالطحينه. ودي كانت حلقتنا النهارده عن الفطير المشلتت. ودلوقتي يا بنات ادي طلعت الفطير الكبير. بصوا جماله وحلاوته ازاي. بصوا الحلاوه. بصوا مستوي من فوق وتحت، والطبقات بسم الله ما شاء الله ما فيش بعد كده. شايفين؟ وخفيف في نفس الوقت ومورق. واقطع لكم دلوقتي واوريكم الطبقات عامله ازاي. عايزه اقول لكم ريحته تجنن وجميل. وهوريكم دلوقتي اقطعها 4 ارباع كده، او اوريكم الطبقات خفيفه ورقيقه. والطبقات بصوا الجمال مفيش بعد كده. ويعني بص الطبقات رقيقه وخفيفه في نفس الوقت، طبقات كتيره وزي المنديل. بصوا ما شاء الله مفيش احلى من كده. وسوا من تحت ومش شاربه سمن كتير، في نفس الوقت رقيقه. ولا تقولي لي بقى فطير الافران ولا اي حاجه، مفيش احلى من كده. نحط كده ونقدمه مع بعض. وهحطه لكم وهحطه لاولادي دلوقتي يتقدم معاه بالعسل والبيض المسلوق. حطيت البيض اهو بس متقشرش. ودي الجبنه الاسطنبولي المالحه. بألف هنا وشفا على قلبكم. واحلى وجبه فطير مع العسل والجبنه والبيض المسلوق. وتفضلوا معانا. ودي كانت حلقتنا النهارده عن الفطير المشلتت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلوا عليه شافيع الأمة.